اللي خلى حماس تتحرك بهذا الشكل هي البقرة. سقطت أسطورة القبة الحديدية في ظل هروب ملايين الإسرائيليين خارج إسرائيل. أمال مين اللي هيحارب؟ لو جه رئيس تاني غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل موقف مصر هيتغير؟ الكلام ده أنا بقوله علشان لازم تعرفه لعيالك وعيال عيالك. حفظ الله مصر، حفظ الله جيش مصر، حفظ الله قائد مصر. حلقتنا النهاردة الغرض منها مش إن أنت تعمل شير أو لايك أو سبسكرايب. الغرض من الحلقة ديت ان انت تعرف الحقيقة كاملة، وعلشان حضرتك تعرف الحقيقة كاملة لازم ما تكونش متابع عادي وتبص للامور بسطحية. وده اللي خلاني اسأل نفسي، دولة الاحتلال بتمارس اعمال العنف على الدولة الفلسطينية المحتلة من اكتر من 70 سنة. المذابح اللي ارتكبوها في صبرا وشتيلة، دير ياسين، ولن ننسى محمد الدرة. اشمعنى دلوقتي حركة حماس نفذت هذا الهجوم بهذا الشكل المرعب؟ عظمة بتحصل. اللي خلى حماس تتحرك بهذا الشكل هي البقرة. ما تستغربش، بقرة بالمعنى الحرفي. فاكرين القصة بتاعت سيدنا موسى؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هي بقى البقرة دي. إسرائيل من فترة بدأت في استيراد أنواع كتير من البقر، ومن شروطهم في اختيار هذه البقرة إن هي تكون حمراء من كعب رجليها لحد قرونها. وفي يوم العيد المقدس بتاعهم اللي هو في شهر أكتوبر كانوا واخدين القرار إن هم يذبحوا البقرة دي في المسجد الأقصى، وفي نفس اللحظة يدمروا القبة ويكشفوا عن الهيكل. وبالفعل أطلق اليهود البقر الأحمر حوالين المسجد الأقصى وفي شوارع القدس استعدادا لتنفيذ هذا الاحتفال في حركة مستفزة للعالم الإسلامي. أنا عارف إن حضرتك ممكن ما تكونش تعرف المعلومة دي، ولكن ده اللي استفز حماس، إن هم قرروا يعملوا العملية بتاعتهم قبل تنفيذ إسرائيل لهذه الاحتفالية أو لممارستهم للطقوس الدينية بتاعتهم. معنى كده إن حركة حماس كانت عارفة بموضوع البقرة من الاول ومخططه له، والتخطيط الجيد ادى للعظمه اللي احنا شفناها. اسرائيل كانت معتمده على القبه الحديديه والتكنولوجيا اللي عندها، وطبعا زي ما سقطت اسطوره خط بارليف الجدار المنيع الذي لا يقهر، سقطت اسطوره القبه الحديديه. ده معناه ان حماس عندها تكنولوجيا متقدمه تقدر ان هي تعمل هاك على هذا السور او على السيستم بتاع السور. يعني الروبوتات اللي بتضرب اوتوماتيكيا على اي جسم متحرك ما شفناهاش حتى ضربت تعظيم سلام. الموضوع عامل رعب لإسرائيل لدرجة ان مجرد عدد من ابطالنا في طيارات شراعية اتحركوا للناحية التانية خلت امريكا تحرك حاملات طائرات، اكبر حاملة طائرات عندها. والحاملة التانية انت جايب مئات الطائرات علشان تحارب مجرد طائرة شراعية عليها جندي. من الحاجات اللي لفتت نظري الفترة اللي فاتت كلام وزير خارجية أمريكا، اللي أول ما زار إسرائيل قال: أنا لست هنا بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكني هنا بصفتي يهوديا. وقعد يتكلم عن جده مات ازاي في المحرقة في روسيا ومناضلة أبوك يهودي. بعد زيارته لإسرائيل زار مصر وقال نفس الكلمتين دول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا لا أتحدث معك بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكني أتحدث معك بصفتي يهودية. صراحة الرد من الرئيس كان قاتل. يعني قال له: أنا أتحدث إليك بصفتي مواطن مصري نشأت وتربيت في أحد أحياء القاهرة المجاور لحارة اليهود، يعني أنا متربي مع اليهود ولن يتعرضوا منا لأي إساءة. الاقتراحات اللي كانت بتقترحها الإدارة الأمريكية واللي بالطبع إسرائيل عايزاها إن احنا نشيل كل شعب فلسطين نحطه في سيناء ونجيبها على الأرض. بيديك اختيار من الاتنين، يا تاخدوا الشعب ده في دولة تانية وبالتحديد مصر يا حنبيدو. تعالى كده نشيل الأطراف ونحط مكان فلسطين أوكرانيا ونحط مكان إسرائيل روسيا، وكأن روسيا بتعرض على المجتمع الدولي: يا جماعة خدوا شعب أوكرانيا في ألمانيا لحد ما أخش أبيدها وبعد كده نبقى نشوف هنحطه فين. في ظل هروب ملايين الإسرائيليين خارج إسرائيل، أمال مين اللي هيحارب؟ لازم تعرف إن المجتمع الإسرائيلي زي أي مجتمع منقسم لطبقتين: طبقة غنية معاها فلوس كتير، وطبقة من محدودي الدخل أو الفقراء. وكأي نظام في العالم اللي بيحارب الفقير. كل من له القدرة على الهروب والخروج خارج إسرائيل توجه إلى المطارات فورا. ده يخلي اللي موجودين في إسرائيل هم الفقراء فقط، والفقير مش عايز يحارب. ما تنسوش إن المجندين الإسرائيليين اللي موجودين في الجيش دلوقتي ما خدوش حروب قبل كده، ما لهمش تجارب حقيقيه، وخصوصا ان المعظم جنود احتياط. لو تشوفوا الفيديوهات اللي حضراتكم طبعا حافظينها هتلاقي ان الجنود الاسرائيليين اللي اتاخدوا اسرى ما قاومش. شرف الجنديه بيقول لك: وانت بتتاخد كاسير
حاول تقاوم، اذا لم تستطيع المقاومة فحاول الاستمتاع. ده اللي انتوا عملتوه. ده ساب سلاحه وسلم نفسه واتبع مقولة اعمل نفسك ميت. المنظر ده لما اتذاع في الشارع الاسرائيلي خلى بقية الناس اللي ما دخلتش كمجندين خايفين يتجندوا او يطلبوا للتجنيد الاحتياطي. فالرأي العام في الشوارع في تل ابيب وفي اسرائيل، لا بلاش نحارب. كل اسرة خايفة على الفرد اللي عندها ان هو يروح ما يرجعش. ما تنسوش ان الاحداث دي حصلت متزامنة في شهر اكتوبر، اللي هو الناس اللي عاشت الحرب دي من الجنود الاسرائيليين القدامى او الجيل اللي بعديها اللي سمع عنها، هو سامع عن اسطورة الجيش الذي لا يقهر وشافوا ان هو بيداس بالجزم، فما بالك الجيش الذي لا يقهر اتمرمغ بانف التراب. عايزنا انا حارب؟ كاسرائيلي هرفض الحرب طبعا، وانا شايف ده حصل في الماضي وبيحصل دلوقتي، سواء خط بارليف او القبة الحديدية. هو سبحان الله لا يحاربون الا من وراء جدار. انا كجندي اسرائيلي رافض فكرة الحرب وخايف ان انا اخشها وجها لوجه. اجيلك هنا للبديل اللي اوجدته امريكا للمقاتل الاسرائيلي. كان في جنود بيتم تدريبهم واعدادهم من قبل الولايات المتحدة الامريكية جنوب الولايات المتحدة، ودول علشان امريكا كانت هتبعتهم لاوكرانيا كجنود مرتزقة مدربة جاهزين للحرب يحاربوا ضد روسيا. لما العظمة اللي عملتها حماس حصلت، امريكا على الفور غيرت وجهة الجنود دول، مش هيروحوا اوكرانيا هيروحوا اسرائيل. ده اوجد بشكل ما يعني بديل للجندي الاسرائيلي في جندي اخر مأجور. برضو من الفيديوهات اللي حضرتك شفتها، الناس اللي سابت البيوت اللي هي قاعدة فيها، ومش عايز اقول بيوتها لان هي مش بيوتها على الاسرائيليين، وطلعوا يجروا بعد ما تم اختراق القبة الحديدية. تعالوا نشوف الوضع المقابل في الدولة الفلسطينية المحتلة. بقالي 70 سنة بتضرب وقاعد، اصل حجري هروح على فين؟ هسيب بيتي واروح على فين؟ حط نفسك مكانه يا مؤمن. لو لقيت حد جاي من بره علشان يموتك، هتسيب بيتك وتجري ولا هتقعد تدافع عنه؟ هو ده الفرق في القضية، العقيدة. انا مؤمن كفلسطيني ان دي ارضي، مهما ضربتني بطيران، مهما ضربتني بصواريخ مش همشي. اما انت ككيان صهيوني محتل، فانت عارف ان انت محتل. ده انتوا طلعتوا تجروا في الشارع باللبسة. وياخدنا لموقعة الاسكندرية. لازم ناخد الموضوع بتاع موقعة الاسكندرية من وجهة نظر مختلفة. دلوقتي الدنيا مولعة، واحنا كمصريين فرحانين وفي عز نصر اكتوبر المجيد، وكل واحد اذا كان جده ولا ابوه ولا خاله ولا عمه كان بيحكي له هو حارب ازاي. تقوم انت جاي قدام هذا المصري وماسك علم اسرائيل، وتمشي اتنين مرفرفين بعلم اسرائيل. فحطيت نفسك في موقف مش لطيف انت كمواطن اسرائيلي، ان انت تيجي في مصر في احتفالات اكتوبر، احتفالات العبور وهزيمتك، وتقف بالعلم ترفرف في وشي. طبعا هو المفروض ما كانش يقتله لان هو كان امن، بس التاني مستفز وايا ما يكون انحيازك لانهي رأي، ولكن ضبط النفس طبعا. سؤال مهم الناس بتسأله في ظل الانتخابات الرئاسية الجديدة، لو جه رئيس تاني غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل موقف مصر هيتغير؟ محافظة مصر على أمنها العام ملوش علاقة بمين اللي بيحكم، دي سياسة دولة، أمن عام لازم كلنا نحافظ عليه. يعني حتى لو المرشح التاني اللي هو المشير طنطاوي مسك الرئاسة بدل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده خوف ورعب أكثر على إسرائيل. لعلمك إسرائيل تعرف المشير طنطاوي أحسن منك، لأن هو كان من أبطال حرب أكتوبر. وبعيدا عن الانتخابات الرئاسية، الراجل ده عمل حاجات في حرب أكتوبر خلت اليهود يحفظوه بالاسم. فراجل زي ما بيقولوا ليكم معاه بلاك هيستوري، وما بيهزرش، ده راجل عسكري، ده قائد. ولكن برضه في النهاية الرؤية العامة الحفاظ على الأمن العام المصري، فمش هتفرق مين اللي ماسك الرئيس، موقف مصر واحد. شوية اقتراحات عايز اقولها للحكومة الاسرائيلية تقولها علشان تدعم موقفها قدام الشعب. يعني انا شايف ان الحكومة الاسرائيلية تلغي شهر اكتوبر، كل النصايب جايه لها في شهر اكتوبر، وتخليه نصين، 15 يوم اخر السنة و15 يوم في السنة الجديدة عشان توزن. 15 يوم في اخر يناير يبقوا اسمهم فرناير مثلا، و15 يوم قبل يناير، خد بالك انت معايا، يبقى اسمهم ينايدر، وبكده هيعدي عليهم الشهر بدون كوابيس. وشايف ان اسرائيل تحط الموتوسيكلات الصيني من الاسلحة المحرمة دوليا، ان اخترقوا القبة الحديدية بموتوسيكل صيني. يعني انت خايف وما بتقاومش لدرجة ان انت متاخد اسير على موتوسيكل وانت اللي سايق الموتوسيكل. ما تاخد يا عم الشعب الاسرائيلي عندك، استضيفه في الولايات المتحدة الامريكية وهي رابعة اهو، وكده تبقى حلت المشكلة. دي غارة دي ولا ايه؟
وشايف ان الحكومة الاسرائيلية لازم تتدخل وتصدر قرار عاجل لجميع المواطنين الاسرائيليين. ما ينفعش تقعد في البيت بملابسك الداخلية، على الاقل تتخذ اسير وانت مغطيها. الكلام ده انا مش بقوله لحضرتك، الكلام ده انا بقوله علشان لازم تعرفه لعيالك وعيال عيالك. قصة لازم الجميع يعرفها، ولازم تعرف مين عدوك الحقيقي، وخليك واثق في بلدك وقيادة بلدك. عايزك كنت قاعد بتتفرج على الفيديو وبتوريه لولادك تحكي لهم القصة من البداية، علشان يبقوا عارفين ان اسمها دولة الاحتلال الاسرائيلي، ويبقوا عارفين ان اسمها الدولة العربية الفلسطينية الشقيقة المحتلة. من الحاجات الجميلة اللي عايزك تطرب بيها ودانك حاجة انا عارف ان انت ممكن ما تكونش سمعتها قبل كده، بس عشان العظمة اللي بتحصل في فلسطين عايزك تسمع الجمال اللي في النشيد الوطني بتاع دولة فلسطين الشقيقة. واوزن الامور بالعقل وجمد قلبك بالعقيدة، ودايما تبقى على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مع نصرة الحق. اشوفكم منتصرين، اشوفكم الحلقة الجاية مبسوطين. حفظ الله مصر، حفظ الله جيش مصر، حفظ الله قائد مصر. تحيا مصر.